مستفيدا من الموقع الجغرافي القريب من أوروبا والمشاريع المتقدمة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يطلق المغرب عرضا لاستقطاب الاستثمارات في قطاع الهيدروجين الأخضر. في المرحلة الأولى من هذا العرض توفر الدولة 300 هكتار من العقارات العمومية للمستثمرين الراغبين في دخول مجال الهيدروجين الأخضر، بما في ذلك مشاريع توليد الكهرباء والتحليل الكهربائي وإنتاج الأمونيا والميثانول والوقود الصناعي. مجموعة ديال التحفيزات بالخصوص التكنولوجيات الخضراء اللي من بيناتها الهيدروجين، فهناك تحفيزات مباشرة للاستثمار، بل هناك كذلك إعفاءات جبائية وضريبية يعني المعدات التي يمكن أن استيرادها من الخارج. نحو 100 مستثمر وطني ودولي تقول الحكومة إنهم قدموا عروضا لإنشاء مشاريع مخصصة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في المغرب لتوجيهه نحو السوق الداخلية أو التصدير. يمكن أن توفر لي في مرحلة أولى رقم معاملات ديال واحد 22 مليار درهم في أفق سنة 2030، ولكن ممكن نوصلوا أكثر من 330 مليار ديال الدرهم في أفق سنة 2050. بالإضافة أن المملكة المغربية تريد من جهة أن تلبي الطلب الداخلي في كل ما يتعلق بالفترات الطاقية. ويستهدف المغرب رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى نحو 52% من مزيج الطاقة في البلاد بحلول عام 2030. يعد المغرب واحدا من 6 بلدان تمتلك إمكانات كبيرة في إنتاج الهيدروجين الأخضر بحسب مجلس الطاقة العالمي، ما يؤهل المملكة للاستحواذ على 4% من السوق العالمية بحلول عام 2030. أنس عياش، الشرق، الرباط.